طبعا، يعني مريت بصعوبات كتير قوي في حياتي، واكيد الصعوبات دي اللي مخلياني دلوقتي ان انا ابقى قادره اقف على رجليا، اقدر اعتمد على نفسي، مش محتاجه اي حد في حياتي ان انا اعتمد عليه. اي حاجه بشوفها صغيره، مفيش اي حاجه دلوقتي في حياتي ممكن اشوفها كبيره غير ان انا اكون مطمنه بس على اولادي. سبب بقى ان انا كده دلوقتي ان انا من وانا صغيره مريت بصعوبات كتير. اول حاجه، واول ما اتجوزت كان عندي 21 سنه، فكانت فرح لسه صغيره خلفتها. في الوقت ده كنت لوحدي في كل حاجه، بعتمد على نفسي في كل حاجه، فكان لازم ابقى حد قوي. قابلت صعوبات كتير، قابلت طبعا ناس اكيد كتير كانت بتحاول تاذيني، كانت بتحاول توقفني عن اي حاجه انا عايزه اعملها. بس انا شخصيه عناديه، انا ما بحبش اي حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. انا بشوف ان انا اللي شايفاه صح هو ده اللي انا هعمله. تحملت مسؤوليه فرح، وبعديها كانت فريده، فكان عندي بنتين انا اللي بتحمل مسؤوليتهم في كل حاجه. فكان طبيعي ان انا ما ابصش ورايا، افضل على طول باصه قدامي، ما اسمعش كلام الناس اللي حواليا. اهم حاجه ان انا بس احافظ على البنتين دول، اوقفهم على رجليهم، وفي نفس الوقت اكون محافظه على نفسي انا كمان. أم، الناس مش كلها كويسه، في ناس كانت بتبقى سبورت ليا، وفي ناس لا طبعا خالص، كانت في ناس بتحاربني. حتى في الشغل ابتديت شغل وانا معي ما كنتش اشتغلت قبل كده خالص، بس فكرت ان انا اشتغل عشان اقدر اعتمد على نفسي واصرف على بناتي. فابتديت شغل وفرح مثلا عندها 15 سنه، وكانت فريده عندها سنه او سنتين حاجه كده يعني. فكانت ابتدت بقى الصعوبات اكتر، ان انا ازاي همانج ما بين البيت وما بين الشغل وما بين الحياه العمليه. كنت ساعات كتير قوي بقعد اعيط مع نفسي، ساعات كتير كنت بحس ان انا لا، انا كنت استاهل حياه احسن من كده بكتير، انا محتاجه ان حد يبقى واقف جنبي. بس ده كنت ممكن اعمله بالليل وانا نايمه وبعيط في السرير، بس اول ما بصحى من النوم بقول لا لا لا، انا هقدر اعمل كل ده لوحدي، انا مش عايزه اي حد في الدنيا يقف جنبي. انا كفايه ان ربنا معايا وهو اكتر حد هيقف جنبي. ويعني عارف ان انا متحمله مسؤوليه ممكن ناس كتير ما تقدرش تتحملها. بتمنى طبعا ان بناتي ما يمروش بده خالص، يعني بتمنى ان هم يعيشوا اكيد احسن مني. بتمنى ان هم يعيشوا حياه مرفهه اكتر مني شويه. يبقى عندهم اللي يعني بياخد بالهم منهم، بتعتمد عليهم كده يعني. بصي، وانا كان نفسي بصراحه ان انا ابقى ممثله. عملت كذا اعلان، عملت اعلان بانتين كان تبع السعوديه، عملت حاجات كتير، وبعدين للاسف يعني اتجوزت. فاكيد طبعا ما قدرتش اكمل في المجال ده، بس يعني دلوقتي بحاول مش بمثل، بس يعني شويه بنقدر نقول ان انا مشهوره شويه في السوشيال ميديا، مش قوي بس يعني متواجده. فرح برضو كانت هي السبب، لان هي اصلا يعني ابتدت هي الاول، كنت بطلع معاها فيديوهات، فابتدت الناس تقول لها خلي ماما تطلع، فشجعوني شويه ان انا اطلع من يعني. تمام، ما حققتش اللي انا كان نفسي فيه قوي، بس يعني حاسه ان انا مثلا فرح بالنسبه لي بتحقق لي الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها، فانا برضو فخوره بفرح جدا، وحاسه ان هي بتكمل الطريق بتاعي. يعني انا مثلا دايما كده في الفيديوهات اللي انا كنت بعملها، كنت دايما بحاول اوصل للامهات ازاي يبقوا صحاب لاولادهم. يعني انا اصلا بكره فكره ان انا اتعامل ان انا ماما. ماما ليا احترامي طبعا، بس في نفس الوقت لا، احنا صحاب وصحاب قوي. يعني انا دايما فرح او فريده الاثنين، انا صاحبتكم، اي حاجه تحصل لكم لازم تتكلموا معايا فيها، ما تتعاملوش معايا على اني ماما فخايفين فتعملوا اي حاجه غلط وما تحكوليش. اعملوا الغلط وتعالوا احكوا لي، هنحله مع بعض، وبعد كده نشوف الغلط ده ونتكلم فيه. لا، هو انا عشان اتكلم عن بناتي لا هتكلم، هقول حاجات كتير قوي، بس انا يعني هختصر الكلام ده ان هم النفس اللي انا بتنفسه يعني. لا، هم كل حاجه، هم حته هنا من قلبي. يعني انا اما بكون واحده فيهم مبسوطه انا بكون مبسوطه. زعل اي واحده او ان اي واحده تبقى متضايقه من اي حاجه، انا بجد بحس ان حياتي وقفت، بحس ان انا لا، هو انا هبقى ام مش كويسه لو حد من ولادي اصلا متضايق، لو حد ضايقهم انا ببقى شرسه جدا مع اي حد ممكن يضايقهم. يعني انا ممكن اقبل اي حاجه على نفسي، ممكن اقبل ان حد يضايقني بكلام، لكن معاهم هم ممكن يقولوا لي لا يا ماما كبري دماغك. لا، هو انا ما بقدرش اكبر دماغي. هو انا بحس ان اي حد هيجي جنبهم لا، دول بالنسبه لي خط احمر. نفسي يعني ان هم يبقوا احسن حد في الدنيا، احسن مني بكتير، نفسي ان هم يعيشوا مبسوطين. آه نفسي اكون ما قصرتش معاهم، او قدرت ان انا اعمل يعني اللي اقدر عليه، بس بحبهم.